تعالوا بقى نعمل مع بعض المستردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مستاهلة نشتريها من بره، هي مكوناتها بسيطة قوي. فتعالوا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي هنا كوباية الا ربع من حبوب الخردل، وهنستخدم الخردل الحلو مش المر، وهنطحنهم بقى في الكبة لحد لما يطحن كويس جدا. بعد كده في كسرولة هنحط نص كوباية من المية، وهنحط عليهم معلقة من الكركم ومعلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة من الثوم البودر، وهنقلبهم مع بعض. بعد كده هحط عليهم الخردل المطحون على البارد واقلبهم مع بعض كويس، وارفعهم على نار هاديه. افضل اقلبهم بقى كويس جدا على النار. بعد كده هزودها ربع كوبايه من الميه واقلبها كويس عشان ما تبقاش القوام بتاعها سميك قوي. وبعدين هسيبها تغلي واحط نص كوبايه من الخل، وافضل اقلبهم برضو كويس مع بعض لحد لما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هرفعه من على النار واسيبه لحد لما يبرد خالص. بعد كده هطحنه تاني في الكبة عشان لو في اي حبيبات تطحن كويس ويبقى القوام بتاعها كريمي كده. وبعدين هفضيه بقى في برطمان واحتفظ بيه في التلاجة. وده شكلها قبل ما ادخلها التلاجة. لما بتدخل التلاجة بقى القوام بيبقى سميك اكتر. وبس كده عملنا المستردة بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير اي مقادير كتير، كلها موجودة في البيت. جربوها وبألف هنا وشفا.